في البداية خلينا نعزي كل ضحايا زلزال تركيا وسوريا، ولو ما تعرفش اللي حصل فخليني أوضح لك إن تركيا تعرضت يوم 6/2/2023 لزلزال مدمر بقوة 7.8 ريختر، واللي بدوره دمر أجزاء ومباني ضخمة فيها، واللي امتد لسوريا. كمان الدول المجاورة حست بيه زي مصر ولبنان، ووصلت ضحايا الزلزال في تركيا بس لغاية دلوقتي لأكتر من 20,000 قتيل وآلاف المصابين، وفي سوريا وصلوا لأكتر من 3000 قتيل، ولسه فرق الإنقاذ شغالة والأعداد في تزايد مستمر. ودايما في غموض وتساؤل عن ليه الزلازل دي بتحصل وازاي بتحصل، وليه مفيش حد بيقدر يتنبأ بيها أو يوقفها. الزلازل دي عبارة عن ظاهرة طبيعية بتحصل في باطن الأرض، وبتحصل بسبب حركة الصفائح الصخرية، ومن هنا بيمتد تأثير الزلزال لسطح الأرض، وبسبب الهزات الارتجاجية بتتكسر الصخور الداخلية، ومن هنا بتحصل التشققات اللي بنشوفها في الأرض. والزلازل دي بتسبب كوارث كتيرة زي الحرايق والانهيارات والفيضانات وتسونامي. أكيد دلوقتي بتسأل إيه الأسباب اللي تخلي الزلزال يحصل؟ هقولك إنها بتحصل بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في باطن الأرض، واللي بدورها بتعمل تآكل في طبقات الصخور، ومن هنا الصخور دي بتتحرك بشكل تلقائي وبيحصل الزلزال. ولو ما تعرفش فالزلازل ليها أنواع، خليني أوضحها لك في السريع. في زلازل ضحلة ودي بتنشأ في عمق 70 متر تحت الأرض، وفي زلازل متوسطة بتنشأ في عمق يتراوح من 300 ل 700 متر تحت الأرض. وآخر نوع هي الزلازل العميقة، ودي بتنشأ على عمق أكتر من 700 متر. ولو انت فاكر ان زلزال تركيا ده اقوى زلزال حصل في التاريخ، فخليني اقول لك ان زلزال فالديفيا هو اقوى زلزال حصل في العالم، وده حصل في جنوب تشيلي سنة 1960، وكان بقوة 9.5 ريختر. وبسبب الزلزال ده حصلت موجات تسونامي مدمرة أثرت على مناطق كتيرة زي جنوب تشيلي وهاواي والفلبين واليابان وغيرهم كتير. وخليني اقول لك ان تشيلي هي اكتر دولة بتتعرض للزلازل في العالم، لدرجة ان بيحصل فيها اكتر من 1000 زلزال سنويا. ولا قدر الله في حالة انك اتعرضت لزلزال وانت قاعد في البيت، فحاول انك تنزل تحت اي ترابيزة متينة، وابعد تماما عن النوافذ والشرفات وعن اي حاجة متثبتة في السقوف والرفوف، وحاول تغطي راسك باي شيء او حتى بايدك وانت واخد وضع قرفصاء. ولو هتنزل من المبنى فممنوع انك تنزل من المصعد، والافضل انك تنزل على السلالم العادية. وبكده اكون وضحت لك ايه هي الزلازل وخطورتها وانواعها وازاي تحمي نفسك منها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل توضيح جديد.